يوم 10 أكتوبر سنة 1973 اختفى الرئيس الجزائري هواري بومدين، ومحدش بقى عارف هو فين. في اليوم ده الرئيس السادات سأل سكرتيره فوزي عبد الحافظ: الرئيس هواري اتصل يا حافظ؟ فقال له لا. وكانت دي أول مرة بومدين ما يتصلش بالسادات من ساعة ما ابتدت حرب أكتوبر علشان يتابع سير المعركة ويعرف احتياجات مصر. وفجأة عرف السادات إن الرئيس بومدين سافر في رحلة سرية لموسكو واجتمع بزعماء الاتحاد السوفيتي، ورجع من الرحلة تاني يوم على طول. بومدين سافر من غير ما يقول لأي حد غير مرافقيه، وأول ما دخل على قادة الاتحاد السوفيتي قال لهم ده شيك ب200 مليون دولار لشراء أسلحة، 100 مليون دولار لمصر و100 مليون لسوريا، وطلب من موسكو تتصل بالقاهرة ودمشق عشان تعرف احتياجاتهم من أسلحة ومعدات. لكن الروس ابتدوا يهاجموا السادات وسياساته بعنف وما كانوا